ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناه باكورد مع احمد الافندي. الحقيقه بس عندي فيديو جديد وهنتكلم فيه في تفاصيل مهمه جدا عن منتخب مصر وعن النادي الاهلي، ولكن في البدايه قبل ما ابدا زي ما بقول لك تنتش اللايك دايما للفيديو وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. تنساش بقى يا صاحبي لو انت لسه مش مشترك اشترك، في فيديوهات حلوه جدا هتشوفها على القناه هنا ان شاء الله، وتابعني دايما وفعل الجرس على الكل. موضوع منتخب مصر والمدير الفني القادم لمنتخب مصر، وموضوع إقالة فيتوريا وسر طرد حازم إمام، ومين هو المدير الفني القادم هقول لك عليه. إقالة فيتوريا شيء متوقع لأن أنت مش هتبقى على مدير فني زي ده بعد ما عمل الخسائر دي كلها، وبما إن المنتخب ما كانش ليه أي هوية فكان لازم يمشي. فكانوا طبعا الفضيحة بتاعت اتحاد الكورة والكلام اللي حاصل ده مع حازم إمام. حازم امام كان هو اللي داير المنتخب بلقطه كده وان مان شو، يعني هو اللي كان ماشي بالمنتخب، محدش يقدر يختلف في الكلام ده ولا حد يقدر يجادل فيه، كانت واضحه جدا، هي كانت ماشيه بسياسه الوان مان شو. فحازم امام خلاص تم توجيه الشكر ليه وطرده من المنتخب، وروي فيتوريا مع السلامه وخد الشرط الجزائي، ودي مصيبه، شرط جزائي من غير اي تنازلات. تعال بقى مين القادم في منتخب مصر؟ هو حسام حسن بقرار سيادي، مش هقول اكتر من كده. تعيين حسام حسن في الساعات القادمة إن لم يجد جديد هيبقى حسام حسن والتوأم هم المدير الفني لمنتخب مصر. حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو حسام حسن، وده رأيي الشخصي ان هو انسب واحد في الفترة دي، لانه شخصية صليط اللسان زي ما بيقولوا، وصليط اللسان بينفع مع الناس اللي زي منتخب مصر في التوقيت ده. انا ما بحبش صليط اللسان، ولكن هو في التوقيت ده بس محتاجين شخص زي حسام حسن، هو الوحيد اللي ما جربناهوش فلازم نجربه، عشان انت مش حمل انك تجيب مدير فني جديد وتغامر بيه وانت داخل على تصفيات كاس عالم وكلام زي ده. فمش هينفع ان انت تغامر بمدير فني اجنبي وتديله 4 مليون دولار تانيين وانت اصلا في ازمه والقصه بقت صعبه جدا ويمكن يفشل. لكن هو حسام حسن الانسب في التوقيت ده عشان يقدر يسوق النجوم اللي موجودين دلوقتي في المنتخب ويمشي الدنيا ويبقى عنده سياسه تعنيف الشباب شويه. فاعتقد ان ده اختيار هيبقى جيد في الفتره القادمه، وهنشوف ايه اللي هيحصل، ويمكن نشوف. انا رايي ان حسام حسن هيرجع الروح لمنتخب مصر، ده بغض النظر اختلافنا معاه كاخلاق او اي شيء تاني. فان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هقول لك على اخبار مهمه جدا، بس اتاكد انك انت متابعني دايما عشان في تفاصيل مهمه في اللي جاي. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام. ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناه باكورد مع احمد الافندي. الحقيقه بس عندي فيديو جديد وهنتكلم فيه في تفاصيل مهمة جدا عن منتخب مصر وعن النادي الأهلي، ولكن في البداية قبل ما أبدأ زي ما بقول لك تنتش اللايك دايما للفيديو وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. تنساش بقى يا صاحبي لو انت لسه مش مشترك اشترك، في فيديوهات حلوة جدا هتشوفها على القناة هنا ان شاء الله، وتابعني دايما وفعل الجرس على الكل. موضوع منتخب مصر والمدير الفني القادم لمنتخب مصر، وموضوع إقالة فيتوريا وسر طرد حازم إمام، ومين هو المدير الفني القادم هقول لك عليه. إقالة فيتوريا شيء متوقع لأن أنت مش هتبقى على مدير فني زي ده بعد ما عمل الخسائر دي كلها، وبما إن المنتخب ما كانش ليه أي هوية فكان لازم يمشي. فكانوا طبعا الفضيحة بتاعت اتحاد الكورة والكلام اللي حاصل ده مع حازم إمام. حازم امام كان هو اللي داير المنتخب بلقطه كده وان مان شو، يعني هو اللي كان ماشي بالمنتخب، محدش يقدر يختلف في الكلام ده ولا حد يقدر يجادل فيه، كانت واضحه جدا، هي كانت ماشيه بسياسه الوان مان شو. فحازم امام خلاص تم توجيه الشكر ليه وطرده من المنتخب، وروي فيتوريا مع السلامه وخد الشرط الجزائي، ودي مصيبه، شرط جزائي من غير اي تنازلات. تعال بقى مين القادم في منتخب مصر؟ هو حسام حسن بقرار سيادي، مش هقول اكتر من كده. تعيين حسام حسن في الساعات القادمة إن لم يجد جديد هيبقى حسام حسن والتوأم هم المدير الفني لمنتخب مصر. حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هو حسام حسن، وده رأيي الشخصي ان هو انسب واحد في الفترة دي، لانه شخصية صليط اللسان زي ما بيقولوا، وصليط اللسان بينفع مع الناس اللي زي منتخب مصر في التوقيت ده. انا ما بحبش صليط اللسان، ولكن هو في التوقيت ده بس محتاجين شخص زي حسام حسن، هو الوحيد اللي ما جربناهوش فلازم نجربه، عشان انت مش حمل انك تجيب مدير فني جديد وتغامر بيه وانت داخل على تصفيات كاس عالم وكلام زي ده. فمش هينفع ان انت تغامر بمدير فني اجنبي وتديله 4 مليون دولار تانيين وانت اصلا في ازمه والقصه بقت صعبه جدا ويمكن يفشل.
لكن هو حسام حسن الانسب في التوقيت ده عشان يقدر يسوق النجوم اللي موجودين دلوقتي في المنتخب ويمشي الدنيا ويبقى عنده سياسه تعنيف الشباب شويه. فاعتقد ان ده اختيار هيبقى جيد في الفتره القادمه، وهنشوف ايه اللي هيحصل، ويمكن نشوف. انا رايي ان حسام حسن هيرجع الروح لمنتخب مصر، ده بغض النظر اختلافنا معاه كاخلاق او اي شيء تاني. فان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هقول لك على اخبار مهمه جدا، بس اتاكد انك انت متابعني دايما عشان في تفاصيل مهمه في اللي جاي. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام.